كالعادة معاكم حسام في مقارنة جديدة وفيديو جديد. إن شاء الله المقارنة بتاعت النهاردة جميلة جدا لأنها بين هاتفين يعتبروا كل واحد فيهم له مكانته وله وضعه في الشركة بتاعته. إن شاء الله مقارنتنا النهاردة ما بين الأوبو A96 وما بين السامسونج A73. في ناس كتير طلبت مني المقارنة دي ما بين الهاتف ده وما بين الهاتف ده، خاصة إن الاتنين قريبين من بعض في السعر، وكمان الاتنين مشهورين ان هم من افضل الاختيارات في الفئة السعرية الاقتصادية، سواء في الاوبو اللي هو الاي 96 او في السامسونج اي 73. تعالوا زي ما احنا متعودين نعمل مقارنة ما بينهم الاتنين. هنبتدي كالعادة باوجه التشابه ما بين الاتنين، متشابهين في ايه، وبعدين اوجه الاختلاف او في واحد فيهم بيتفوق على التاني في ايه، وبعدين هنقول سعر الاتنين وموجود ايه داخل كرتونة كل جهاز فيهم. بس زي ما بقول دايما، لو عندك اي سؤال ما تنساش تكتبه في الكومنتات لان برد على كل الاسئله، ولو عايز اي مقارنه برضو اكتبها لي في الكومنتات علشان نعملها زي المقارنه بتاعه النهارده. ويلا بينا نبتدي اوجه التشابه. اول تشابه ما بينهم هما الاثنين هو انك تقدر تركب خطين نانو سيم، سواء في السامسونج جالاكسي اي 73 او في الاوبو اي 96. في الاوبو اي 96 المكان ده تقدر تزيد فيه خطين، اما في السامسونج جالاكسي اي 73 فوق هنا كده اقدر اركب خطين نانو سيم. طبعا سواء في السامسونج او في الاوبو الظهر بالكامل مصنوع من البلاستيك، والفريم اللي هو الاطار الجانبي مصنوع من البلاستيك، الشاشه فقط هي اللي زجاج. طبعا زي ما انتم شايفين جوده الشاشه في الاتنين واحد، لان الاتنين جوده الشاشه بتاعتهم فول اتش دي بلس. كمان مساحه التخزين هنا في السامسونج اي 73 او الاوبو اي 96 بيجي 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام. وطبعا في الاتنين تقدر تزيد ميموري كارد، سواء اخترت ده او ده ال 128 او ال 256. اقدر ازيد هنا الميموري في الاوبو، كذلك في السامسونج برضو زيد الميموري اذا المساحه مش مكفيه. حاجه جميله جدا موجوده في التليفون ده او ده السامسونج والاوبو هو خاصيه دعم الماء والغبار. يعني اذا التليفون ده او ده وقع منك في الميه، طبعا شرط انها تكون ميه عذبه مش ميه بحر، لمدة 30 دقيقة وعلى عمق 1 متر، الهاتف ده السامسونج أو الأوبو مش هيحصل فيهم أي حاجة، لأن السامسونج بيدعم الماء والغبار بشهادة الاي بي 67، أما الأوبو بيدعم الماء والغبار بشهادة الاي بي 5X. إصدار البلوتوث في الاتنين 5.0. زي ما انتم شايفين منفذ الشحن في السامسونج او في الاوبو يو اس بي تايب سي، وبيدعم خاصيه الاوتو جي او الاون تو جو او اللي هي الشحن السريع. حاجه جميله كمان متشابهين فيها الاثنين السامسونج اي 73 والاوبو اي 96 هو ان البطاريه هنا وهنا 5000 ملي امبير في الاثنين. طيب دي كانت اوجه التشابه ما بين الاثنين. تعالوا بقى نتكلم على اوجه الاختلاف، او بمعنى اصح السامسونج جالاكسي اي 73 متفوق في ايه عن الاوبو اي 96. قبل ما اتكلم في اي مميزات، الاول عايز اقول لك تصميم الهاتف اللي شكله اجمل وماسكه ايده احلى طبعا السامسونج جالاكسي اي 73. اما بقى لو هنروح على الاختلاف الحقيقي، فعندك اول مثلا ميزه ان السامسونج جالاكسي اي 73 زي ما انتم شايفين 5G، اما الاوبو اي 96 للاسف 4G. فانت تقدر تركب هنا خطوط 5G وفي الاوبو مفيش. وطبعا دلوقتي ممكن يظهر واحد يقول لي انا مش فارق معايا 5G اصلا، لان انا في مكان او في دوله ما فيهاش ال 5G، فانا كده مش هستفاد في السامسونج بحاجه. عايز اقول لك لا، حتى لو شغلوا السامسونج 4G والاوبو 4G في الاثنين، فسرعه الانترنت في الاوبو اي 96 الشبكه ال 4G 400 ميجا بايت في الثانيه الواحده. اما بقى لما تروح عند السامسونج برضو مشغله على نفس الشبكه 4G، ولكن سرعه الانترنت هتكون اسرع، انه هيكون 1.2 جيجا بايت في الثانيه الواحده. طبعا زي ما انتم ملاحظين حجم الشاشه في السامسونج اكبر شويه، لان الاوبو الشاشه بتاعته 6.5 انش، السامسونج 6.7 انش. كمان نوع الشاشه في الاثنين في السامسونج افضل لانها السوبر اموليد بلس، شاشه رايقه جدا، اما في الاوبو اقل شويه لانها اي بي اس ال سي دي. وطبعا ده بينطبق على ايه، على معدل تحديث الشاشه. طالما الشاشه رايقه كده يبقى عندك في السامسونج 120 هرتز واضح جدا، في الاوبو اي 96 للاسف اقل 90 هرتز فقط. والاجمل من كل ده ان الشاشه هنا في السامسونج عليها طبقه حمايه من الجوريلا جلاس 5 علشان تحمي التليفون من الصدمات لو اتخبط في الشاشه، بخلاف الاوبو اي 96 اللي للاسف الشاشه ما عليهاش اي طبقه حمايه، فمعرض ان هو يتكسر منك اذا اتخبط خبطه مباشره في الشاشه. دلوقتي تعالوا نروح للاختلاف السابع اللي بيهم كل الناس، وهو المعالج بتاع الهاتف. المعالج اللي موجود في الاوبو اي 96
كوالكوم سناب دراجون 680 4G طبعا، معماريه 6 نانو اوكتا كور. اما المعالج اللي موجود في السامسونج احلى ليه او اعلى؟ لان كوالكوم سناب دراجون برضه ولكن 778 5G معماريه 6 نانو اوكتا كور، يعني المعالج اللي بالسامسونج اقوى واضح جدا من الموجود في الاوبو. اما بقى نظام التشغيل برضه اجدد شويه في السامسونج لانه اندرويد 12 بخلاف الاوبو اللي هو اندرويد 11. تعالوا نروح عند الكاميرا الاماميه في الاثنين. احنا شايفين ان في هنا عدسه في الاوبو، في عدسه برضو موجوده في السامسونج، ولكن الميجا بكسلز تختلف. لان الاوبو الكاميرا الاماميه بتاعته 16 ميجا بكسل، تيجي فتحه عدسه 2.5، تصور فيديو اعلى فيديو تقنيه معاك في فيديو بالكاميرا الاماميه فول اتش دي. اما بقى لو هتروح عند السامسونج الكاميرا الاماميه بتاعته الوضع مختلف تماما، هي عدسه واحده نفس الاوبو ولكنها 32 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2، وتقدر تصور فيديو بالكاميرا الاماميه هنا في السامسونج 4K وفول اتش دي. سامسونج جالاكسي A73 بيدعم خاصيه ال NFC، اما الاوبو A96 للاسف ما بيدعمهاش. كمان مستشعر الجيروسكوب في ناس كتير بتسال عليه، شغال معاك في السامسونج جالاكسي A73. اوبو A96 برضه ما فيهاش. بصمه الاصبع، الطريقه اللي بفتح بيها الهاتف طبعا اقدر افتحه عن طريق الوجه من خلال الكاميرا الاماميه هنا وهنا، وهتكون اسرع في السامسونج A73، ولكن بصمه الاصبع موجوده بمنتصف الشاشه هنا كده، بخلاف الاوبو A96 بصمه الاصبع هنا كده نفس زر الباور. اما بقى وزن الهاتف فطبعا السامسونج اخف، تصميمه اجمل، وزنه اخف لانه 181 جرام، اما الاوبو A96 191 جرام، اعلى شويه في الوزن، في 10 جرام فرق ما بين الاثنين. ودلوقتي خلينا نروح لحاجه مهمه جدا جدا، وهي الكاميرا الخلفيه بتاعه الهاتف ده. والهاتف ده زي ما انتم ملاحظين السامسونج في 1 2 3 4 عدسات مع الفلاش، اما الاوبو عدستين فقط مع الفلاش. من قبل ما اتكلم في اي حاجه واتكلم عن العدسات والميجا بكسلز، واضح ان السامسونج احلى. بس خلينا نبدا بالاوبو الاقل، هم عدستين اتنين، واحده 50 ميجا بكسل الرئيسيه بتيجي فتحه عدسه 1.8، واحده بتاعه عزل الخلفيه اللي هي 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4. اما لو رحت عند السامسونج وبصيت على الكاميرات اللي موجوده في الظهر، زي ما انت ملاحظ 4 عدسات. الاولى الرئيسيه 108 ميجا بكسل، فيها تثبيت بصري عشان لو بتصور فيديو بالتليفون ما يهتزش منك، ولو اهتز في ايدك وانت بتصور فيديو تطلع الصوره ثابته. 108 ميجا بكسل. عدسه ثانيه اللي تحتيها 12 ميجا بكسل بتاعه الوايد انجل او الزاويه الواسعه، ما هياش موجوده في الاوبو. وعدسه ثالثه 5 ميجا بكسل بتاعه الماكرو او تصوير الاشياء القريبه. وعدسه رابعه برضو 5 ميجا بكسل بتاعه عزل الخلفيه. يعني هنا في عدسه للوايد انجل ما هياش موجوده في الاوبو، وفي عدسه تانية للماكرو برضو ما هياش موجوده في الاوبو. وده هينطبق في ايه؟ لما تيجي تصور فيديو بالكاميرا الخلفيه بتاعه السامسونج هتقدر تصور الفيديو بجوده 4K اللي هي 2160 بكسل. هنا في الاوبو للاسف اعلى حاجه معاك فول اتش دي. زي ما كنت بقول في خاصيه تثبيت رقمي اللي هي AIS موجوده في الكاميرا هنا في السامسونج، عشان لو ايدك بتهتز وانت بتصور فيديو يفضل الفيديو ثابت معاك، اما في الاوبو ما هياش موجوده. اما بقى الحاجتين اللي متفوق فيهم الاوبو عن السامسونج، ممكن عند كتير من الناس يشوفوه مش تفوق ولا حاجه، هو ان الاوبو A96 في منفذ للسماعه الاي AUX، بخلاف السامسونج اللي للاسف ما فيهوش اي منفذ للسماعه الاي AUX. اما الحاجه التانية اللي الاوبو متفوقه فيها، وهو احنا قلنا ان البطاريه في الاثنين 5000 ملي امبير، ولكن قوه الشحن في الاوبو A96 33 واط. اما لما تروح عند السامسونج A73 هتلاقي قوه الشحن اقل شويه لانها 25 واط فقط. بالنسبه بقى للهدف من المقارنه او احنا عاملينها ليه، طبعا لو انا مكانك لازم تختار السامسونج جالاكسي A73 لانه افضل بكتير جدا من الاوبو A96 في كل حاجه، مع ان السعر في السامسونج اغلى شويه ولكنه افضل، خاصه ان انت بتشتري تليفون يعيش معاك فتره طويله. اوبو A96 سعره حاليا 8000 جنيه او حوالي 322 دولار، اما السامسونج جالاكسي A73 ال 5G 468 دولار او حوالي 11400 جنيه. طيب ده كان بالنسبه للافضل فيهم. خلاص عرفنا ان السامسونج. داخل كرتونه بقى زي ما انتم شايفين، داخل الكرتونه بتاعه الاوبو هتلاقي كفر شفاف هديه وادابتر الشحن وواير الشحن والسماعه الاي AUX. اما لو فتحت السامسونج جالاكسي A73 مفيش جواه غير واير الشحن USB تايب C فقط، مفيش ادابتر ولا اي حاجه. اشوفكم في فيديو جديد قريب، سلام.